أبدأ من اليمين محمد المقحم، نايف القحطاني مرحبا، وائل الجار الله مرحبا، ياسر الحربي. من اليسار عبد الرحمن الهويش، هلا مرحبا، فيصل العابسي، مهند الحديثي، اهلا وسهلا، مشعل الراشد. أعزائي المشاهدين، نبدأ في محاور هذه الحلقة. دعني أبدأ من اليمين. محمد المقحم، هلال آسيا. اي نعم. بعد بطولة آسيا ما الذي حدث في الهلال؟ الهلال كان متراجع أصلا مستواه من قبل بطولة، قبل خروجه من آسيا. كان الهلال صوتك محمد، خذ راحتك. كان الهلال في قبل خروجه من آسيا كان مستواه من قبل مباراة الغرافة تقريبا، والهلال مستواه في انحدار بعض الشيء. شو السبب؟ ممكن المدرب، ضعف الإعداد. المدرب هو المدرب اللي قرت لا، بس اهتمام قرت اختلف كثير. ليش اختلف اهتمام؟ ممكن تشتت مع نهاية عقده، بداية تفكيره في المغرب، وأشياء كثيرة يعني هي اللي ممكن شتتت على الفريق وأجواء الفريق. النقطة هذا إنه جريتس بادي بدري مهند معاه. لا بس نتكلم عن جريتس وما جريتس، إنه هذا شماعة. قالوا إن جريتس حيطلع وحيروح خلاص، جريتس ما صار يشتغل زي شغله أول. هذا غلط. اللعيبة ما صاروا زي أول، يعني اللعيبة فاقدين الروح. أنا من وجهة نظري إن الإدارة وفرت كل شيء للاعبين، جهاز فني رائع، لكن المشكلة في اللاعبين. الجهاز الفني من بداية الموسم، الجهاز الفني من زمان كويس، يعرفون معلش دقيقة، يعرفون اللاعبين وبيمشوا. لا، الجهاز الفني أصلا من يوم كوز، من أيام باكيتا، جهاز فني دائما على طراز عالي، لكن المشكلة في اللعيبة. يعني أنا المرة هذه اختلف مهند، الجهاز الفني من بداية الموسم بيمشي. مباراة الغرافة بس ما هي مؤثرة هذه من بداية الموسم يمشي، ما هي مؤثرة. بس الإعداد اللياقي كان للاعبين مو زي الموسم اللي راح، كان إعداد لياقي عالي. أفضل شيء إعداد اللياقي. الموسم اللي فات إدارية بحتة. الدليل الإصابات اللي صارت الحين. كم يوم راحوا إيران ما في محور يلعب، صار جابوا المحور الثالث اللي هو النادي ما له دخل. هذه من الاشياء اللياقه. لا هذه من الاشياء، مشكله اللياقه، هي من مشكله اللياقه. اتكلم دقيقه ما نفس السؤال. تفضل. اللي هو مستوى الهلال حاليا قبل وبعد. لا هو صراحه زي ما قال الاخ انه جريتس يعني بدا يفكر مو بدا يفكر يعني زي ما تقول انه ما عاد صار يهمه الهلال. هو فعلا انه راح يضيف له انجاز لو يحقق الآسيوية، لكن مو ذاك الإنجاز اللي راح يسعى له بكل دمه زي ما جاء الهلال من البداية، لأن عقده ماشي مع المغرب وهو بيروح مع المغرب. طيب بس من بداية الموسم الهلال قدم أداء. هو قدم أداء فعلا، شو المشكلة في آسيا يعني؟ لكن يعني جميع المحللين الرياضيين وعلى راسهم الأستاذ فيصل أبو اثنين يقول إن بعد مباراة الغرافة القطري اللي انهزمنا باستاهلنا 4-2، مستوى الهلال جدا سيء. تغييرات جريتس كانت سيئة. طب يعني المباراة الأولى كان ممتاز الهلال؟ مباراة الغرافة يعني زي ما تقول اللي في الرياض. اي نعم. زي ما تقول يمكن انه كان الهلال كويس، لكن احنا حظظنا الله ان فاتحنا شو اسمه الغرافة بالهدف الأول في الدقائق الأولى. والشيء الثاني احنا كنا متخوفين من إصابة رادوي اللي بداية الشوط، لكن الغنام ما قصر يعني، نزل وما قصر فعلا، عوض غياب رادوي. لا أشوف عبد الرحمن قطعني كثير. أنا أشوف من أول ما طلعت كانت في البداية إشاعة يعني صدقناها إن جريتس بيمشي للمغرب أو إنه يعني يستمر مع الهلال. ما كيف تسميها إشاعة والرجال راح؟ لا الإدارة الهلالية حاولت أنها تنفي الخبر. يعني احنا صرنا بين جريتس مشى جريتس باقي جريتس مشى يعني يعني أنا كجمهور يعني شاد الموضوع هذا، فما بالك اللاعب يعني ما راح يكون ذاك الحماس إنه يكون في التدريبات والاهتمام من هذا المدرب. ممكن إنه يمشي بيوم وليلة، لكن بموسمه حق 2009-2010 كانوا اللعيبة كلهم يعني كل واحد بس يخاف انه ممكن انه يكون احتياط. يعني جريتس لما عرف انه بيمشي خلاص تهاون مع اللاعبين. تهاون مع اللعيبه. فالانضباطيه من جدا ما صار في انضباطيه. يعني ايام 2010 كان في انضباط. الاسباب خروجها من البطوله الاسيويه اكثر من سبب. انا اشوف ان المشكله مشكله تتكمل برئيس نادي الهلال، تحجيم البطوله واعطاء البطوله اكثر من حجمها. يعني احنا فريق يعني اللي نعرفه احنا فريق قرن حق يعني احنا اكثر فريق حق البطوله هذه. ياسر البطوله ما تستحق الحجم هذا؟ لا تستحق، لكن اما اجي احط اللعيبه في ضغط نفسي. جريتس معلش جريتس بيروح جريتس بيقعد. يا اخي كوزمين كان افضل مدرب يعني اذا لاعب الهلال كل واحد من جمهوره هلالي
يعني عارف ان الهلال بيطلع بفوز سواء 1-0 سواء 2-0 لكن نطلع فوز. لا، مع جريتش قلنا حجم البطوله وعدم التعامل مع رحيل جريتش بالتعامل الجيد، هذا سبب والضغط النفسي على اللعيبه. المركز هذا ما وصل الهلال من 10 سنوات. لا معلش وصل مع جريتش. نعم انا اتفق معك، لكن انت لو تجي تناظر مباراتنا مع مصراوي كيف خرجنا، كان مدربنا عبد اللطيف الحسيني يعني كان ما تعامل مع المباراه بالشكل المطلوب. لو كان هناك مدرب يعني مع عبد اللطيف الحسيني ما قصر الهلال مدرب جيد، لكن لو كان هناك مدرب جيد ورائع يتعامل مع المباراه اكثر يعني من خيار. ياسر عبد الرحمن يقول في تخاذل من اللعيبه، هذا يعني من اسباب، هذا سبب من الاسباب. طبعا الاعلام اثر على الهلال بالضغط والالحاح على البطوله هذه، فاللاعب بطولة تستاهل ترى، بطولة تستاهل، لكن هذه سعد سبب ضغط كبير على الهلال، سعد في البطولة هذه. بس دقيقة عبد الرحمن، بس ما اوضح شيء يا جماعة، لا نتقاطع عشان نسمع بعض، نبغى نسمع كلام بعدين نرجع لكم. تفضل. سببت يعني ضغط كبير على اللاعب الهلالي، يعني والاعلام صار مطلب البطولة هذه، والجماهير نفس الحكاية مطلب، والامير عبد الرحمن بن مساعد الله يحفظه ويخليه لنا يعني ما قصر، دفع الغالي والنفيس في كل ما يحتاجون اللعيبه والجهاز الاداري والفني، ما قصر. طيب عبد الرحمن دقيقه بس، ننوه بوجود موضوع تفاعلي في شبكه الزعيم لمشاركه في طرح الاراء في هذه الحلقه. كمل. في اكثر من سبب اللي زي ما قال اخوي، من قبل في الاعداد في نفس المعسكر تضخيم البطوله زي يقولون البطوله الاسيويه هي الاهم. عبد الرحمن مساعد يقول انا عندي الاهم من البطوله الاسيويه، بعد اللي يجي يعني وضع البطوله كهدف رئيسي هو اللي هدف رئيسي، واللي بعده صار في ضغط نفسي كثير، وفي بعد انه اعطي المدرب ثقه زايده مره، يعني يجي المدرب يقول انا ببني فريق جديد، وهو يعني بالكثير سنه سنتين بيروح، يعني يصير زي ما صار مع جريتس، قال ما ابغى لاعب كذا، لاعب كان يعتمدون عليه من الهلال، صرح لاعبين صار اعتماد عليه كليا، سنه سنتين جاء عرض مغري انتقد. انا اقول الشباب يعني كلهم ابدوا اراهم، طبعا اراهم كلهم صحيحه، يعني هذه كل الكلام اللي قالوه كلها اسباب. الامير عبد الرحمن بن مساعد اعطى بصراحه البطوله اكبر من حجمها، يعني البطوله ما هي جديده علينا او ما قد خذيناها او لا بس انه مطلب اوكي دقيقه وائل بقول شيء، البطوله ما هي بصعب علينا ولا هي ان توصل لهالمرحله ان ما عندنا الا نجيب هالبطوله بسبب الضغط على اللعيبه. دقيقه بقول شيء، جريتس انا مع الشباب في ان جريتس كان متخاذل في اخر المباريات، جريتس مباراه غرافه كان مستسلم، كان مسلم المباراه في اخر الموسم. يا جماعه لا مباراه غرافه هي بدل الاستسلام. لعيبه في اكثر من لاعب نجم انخفض مستواه، يعني في لعيبه نجوم، يعني اصاباته هاي ظروف يعني اكثر من سبب، وهو توقف عن ان جريتس او كلها ظروف يعني ولا هي لازم يعني ان البطوله هذه هي الهدف الاول والاخير. عندنا الدوري، عندنا اكثر من بطوله. طيب بس تحديد الاهداف شيء جيد. حلو الامير عبد الرحمن مساعد حدد هدف انه يحصل على بطوله، بس الاصرار على الهدف هذا سبب ضغط على اللعيبه، سبب ضغط على الجمهور، احنا نفسنا سبب ضغط على اللاعب نفسه. انا ودي اسال مشعل ساكن، اللاعب نفسه لازم يكون عنده طموح انه يحقق كل البطولات، يعني خلاص طلعت من اسيا خلاص نطلع مع السلامه. انا بالعكس احمل خروج اسيا للاعبين، يعني مدرب حقق الدوري قبله، اداره جابت لاعبين محترفين على مستوى عالمي، كل شيء متوفر، مكافآت ضخمه، يعني اللاعب هو اللي ما يؤدي في الملعب، يعني لو ضيعوا وقت المباريات وحسنهم هاجموا نقول عدم توفيق، لكن ما دام اللاعب ما يؤدي في الملعب فهو اللي يتحمل. يعني جريتس ما باقي يلعب بس هو اسمع ليش احنا ما يتحملوا جريتس اكبر من طاقم. احنا ما قلنا لا ما ظلمنا جريتس، صحيح ما ظلمنا. كم مكافاتهم؟ طيب هو على اللاعب، انا ودي بس انا ما نظلم كم مكافات. عنده مدرب عالمي، عنده اداره واحده، السوابق في هذه في انه يفسخ العقد ما عليه باللي وراه. مع مرسيليا فسخ عقده وجاء للهلال، وجاء الاتحاد المغربي وحط عليه جرد على مين المشكله هذه يا عبد الرحمن؟ على مدرب جريتس. بالبدايه على مسؤوليه الاداره الهلاليه بالبدايه، اذا انهم عرفوا ان المدرب بالاسلوب هذا يفسخ العقد بسهوله مفروض ان يحملوه شرط جزائي، وانا مع الشرط الجزائي، وما ادري الحين الاداره الهلاليه اخذت الشرط الجزائي او ما اخذت. هذا طبعا الشرط هو تقدر انا شرط بس تفضل. بضيف نقطة على كلام الشباب ما قصروا. بالنسبة للضغط في البطولة الآسيوية، سامي الجابر
في بداية الموسم قال إحنا طموحنا، يعني سامي الجابر لاعب خبرة ولاعب كبير، قال إحنا طموحنا أولا الدوري، ثانيا كأس الملك، ثالثا بطولة آسيوية. ليش خلى البطولة الآسيوية؟ هو ما خلاها من غرض، هو أدري إن سامي الجابر هو أمله، لأنه بما أنه كان مشجع هلالي أو لاعب عاصر الهلال، هو أمله أنه يحقق بطولة آسيوية، لكن تخفيف ضغط. عبد الرحمن مساعد أول ما جاء الهلال يوم جالس مع اللعيبة في تصوير فيديو قال أنا أتمنى، قال كل البطولات حققناها ما عدا التأهل للعالمية، أنا أتمنى أتأهل العالمية. طيب هذا هدف، من هنا يعني ضغط، من هنا الموسم الماضي هدفي إني أخذ البطولة. هذا طموح. أنا بقول لك الإعلام، أنا بقول لك الإعلام طول عمرك يوم وصلنا النصف النهائي بدأ الإعلام يقول ويعني يوزع زي ما تقول الفيروسات هذه، اللي هو الهلال خلاص بات قريبا من النهاية، الهلال بات قريبا من تحقيق اللقب، اللاعب صار عنده شوي، اللاعب خلاص حس. طيب حس الآن الهلال من 10 سنوات ما وصل. نعم أنا أقول من حق الإعلام إنه يحاول بس ما يحجمها، كأنه يخليها من طموحات الهلال اللي لابد. يعني الهلال سوى بس ما حقق الآسيوية ولا تأهل العالمية. الهلال سيء، يعني يضغط الإعلام ضغط. من الطبيعي يتحجم، لأن الهلال أصلا الموسم الماضي كان هو الوحيد المنافس، أو كل واحد ينافس على الألقاب كلها. نعم. وكان الوحيد الأفضل في الكل على مستوى متكامل. لكن الكلام مو على كذا. الآن احنا نقول جريت ما كان جريت سيء. كلمة سيء طبعا بعد أنا أشوف أنها ظلم في حقه. هو كان بس يمكن قل تركيزه، وقل تركيز اللعيبة معه برضه، في غضون أنه بيمشي ومشى ونهاية العقد قل تركيزه. مباراة الغرافة كان يتحملها جريت.